ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ انا ساره دفعه 2023 من كليه طب بشري. ان شاء الله في الفيديو ده هجاوب على اهم سؤال بتسالوه لي في الفتره دي، وهو اسمع مستر رضا الفاروق ولا مستر محمد صلاح في ليالي الامتحان. في الفيديو ده هعمل لكم مقارنه بين مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح من حيث المميزات وايه المشترك بينهم، ولو انت بتسمع مع مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح من بدايه السنه تعمل ايه في ليالي الامتحان، وبرده لو بتسمع شرح مدرس تاني تعمل ايه. تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله هجاوب على كل اسئلتكم. بس قبل ما تبدا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل نصايح جايه ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. هبدا معاكم بمستر رضا الفاروق. مستر رضا الفاروق مش بيسيب ولا معلومه صغيره ولا كبيره اثناء شرح ليالي الامتحان، بالاضافه لتطبيقات عليها بتكون شامله كل النقط اللي هو شرحها. يعني هو بيشرح جزئية صغيرة ويقول عليها تطبيقات، وفعلا التطبيقات مفيدة جدا وبتلملك الأفكار وبتكون كويسة جدا جدا. مستر محمد صلاح بيقولك أهم الأفكار بطريقة سهلة وبسيطة بحيث ان انت تحل على طول السؤال أول ما تشوفه. يعني هو بيقولك 1+1=2، بيقولك أهم الأفكار بطريقة ازاي تحلها. مستر رضا الفاروق دايما الطلبه بتشتكي ان فيديوهاته بتبقى طويله جدا في ليله الامتحان، بس المستر اكد السنه دي ان هو مش فيديوهاته مش هتتعدى الساعتين ونص او 3 ساعات شرح. كمان على فكره، على الرغم ان فيديوهات مستر رضا الفاروق بتكون طويله شويه، بس هي بتبقى شامله كل النقط حرفيا، بيشرح فيها المنهج كانه بيشرحه من بدايه السنه معاك بوينت، يعني بيشرح كل حاجه فيه. مستر محمد صلاح فيديوهاته بتبقى قصيرة بس بتبقى مركزة، يعني بيشرح فيها أهم الأفكار بطريقة سهلة وإن أنت يوصلك المعلومة زي ما قلتلك 1+1=2. مستر رضا الفاروق بينزل لك شوامل وبيحل معاك شوامل ليله الامتحان، وبتكون عدد كبير جدا من الشوامل، عدد كويس قوي وافكاره كويسه قوي، وبيكون منظم مرتب وبيحل معاك كل سؤال بالتفصيل. يعني بيقول لك التفسير بتاعه، بيحله معاك واحده واحده، وبيخليك كمان ازاي تستبعد الاختيارات. مستر محمد صلاح برضو بينزل شوامل ليله الامتحان وبتكون بالاشتراك مع كتاب كيان، وفعلا الشوامل دي بتكون من اروع الشوامل اللي انا شخصيا حليتها ليله الامتحان، وكانت كافية جدا وكانت كويسة جدا وافكارها كانت عالية وروعة جدا في الامتحان. سواء مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، الاتنين بيحلوا معاك امتحانات السنين السابقة بطريقة مبسطة جدا، علمية، بطريقة جميلة جدا توصلك المعلومة بسهولة وتخليك عارف ازاي تفكر في السؤال في الامتحان. بيقولك مثلا في القراءة ازاي تحل القراءة وتبدأ بايه وما تبدأش بايه. فعلا الاتنين بيفيدوك كويس جدا في النقطة دي. طيب، انا من البدايه باخد مع مستر رضا الفاروق، يبقى انا هكمل مع مستر رضا الفاروق. انا باخد مع مستر محمد صلاح، يبقى انا هكمل مع مستر محمد صلاح. طب الناس اللي بياخدوا مع مستر رضا الفاروق، حابه ان انا ازود لكم حاجه في فتره ليالي الامتحان، وهي ان انت تحل امتحانات الشامله بتاعه مستر محمد صلاح اللي بتكون بالاشتراك مع كتاب بيان، لان حرفيا الامتحانات دي بتكون حلوه جدا 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 ومفيده جدا. انا شخصيا استفدت منها كتير قوي في ليالي الامتحان وحلتها كمان. لو هتسألوني انا كنت بتابع مع مين، انا كنت باخد مع مستر رضا الفاروق طول السنه وكمان في ليالي الامتحان، بس زي ما قلت لكم انا حليت الشوامل بتاعه مستر محمد صلاح وحقيقي استفدت منهم كتير جدا. طيب انت ما كنتش بتاخد في بدايه السنه مع مستر محمد صلاح ولا مع مستر رضا الفاروق، بتاخد مع اي مدرس بره او حتى اي مدرس اونلاين، كمل مع المدرس اللي انت بتاخد معاه عادي جدا. بس نصيحه مني، اسمع واحد من الاتنين مع المدرس اللي بتاخد معاه، لان فعلا هما بيقولوا كل الافكار، سواء مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح بيقولوا كل الافكار اللي هتفيدك في الامتحان وبيشرحوها بطريقه مبسطه جدا. مستر رضا الفاروق بيقول كل نقطه في المنهج من بدايته، يعني هو بيقولك كانك بتسمعه من اول السنه عادي جدا. وطبعا برضو من افضل المدرسين على اليوتيوب خاصة في ليالي الامتحان مستر عبد الله الشهاوي ومستر وليد محسن. حقيقي الاربع مدرسين دول، مستر رضا الفاروق ومحمد صلاح وعبد الله الشهاوي ووليد محسن، حرفيا من اجمل المدرسين واحسن المدرسين اللي بيشرحوا على اليوتيوب خاصة ليالي الامتحان. فعلا مراجعتهم بتفرق معاك وافكارهم كويسة جدا جدا. فانا قلت لك لو انت بتاخد مع مستر رضا الفاروق تعمل ايه، ولو انت بتاخد مع مستر محمد صلاح تعمل ايه، ولو انت ما كنتش بتاخد مع حد فيهم فانت هتسمع المدرس اللي هيريحك في الاخر. وبس كده، حبيت ان انا اطلع في فيديو مخصوص اوضح لكم النقطه دي، وحبيت كمان انصحكم ان انتوا بلاش تشتتوا نفسكم بكتر المدرسين. انت اسمع مع المدرس اللي يريحك، اللي انت بتفهم منه، اللي هو بيوصلك المعلومه بسهوله. وانا قلت لكم مميزات
مستر رضا الفاروق ومميزات مستر محمد صلاح، واتمنى ان من مقارنتي ليهم تكونوا عرفتوا هتسمعوا مين في الاخر، وربنا يوفقكم يا رب. واهم حاجه طبعا ان انتم ما تتوتروش، ما تتشتتوش، ما تقلقوش، الامتحان بيجي بسيط. بلاش ان انت تعقد الامور في الفتره دي، حاول ان انت تاخد الموضوع ببساطه وتمشي واحده واحده مع الجدول اللي ان شاء الله برضو هنزله ليالي امتحان العربي قريب جدا. فحاول ان انت تستفاد من كل حاجه بقولها، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.